وفي يوم من الأيام والملك في سفرية من سفرياته المعتادة، الأمير ابنه الصغير خد الكورة بتاعته وداق بيه القصر وحبكت إنه يدخل يلعب في الجنينة. كان يا مكان في قديم الزمان وفي مملكة بعيدة عاش ملك غريب الأطوار حياة سعيدة. الراجل ده كان عنده هوس وولع غير صحي بالمرة بالحيوانات المفترسة والوحوش البرية، لدرجة إنه كان قالب جنينة قصره الضخمة جدا سيرك، حديقة فاخرة ومجموعة نادرة جدا من أضخم الفيلة وأشرس الأسود والنمور والطيور الجارحة. ولكن جوهرة الجنينة ونجمها اللامع كان شديد الحديد، راجل مفتول العضلات قوي البنية، أطول من أطول شخص أي حد شافه في حياته، لدرجة إن قضبان قفصه كانت الأكثر سمكا في الجنينة كلها، والشعر الرمادي اللي مغطيه من ساسه لراسه كان السبب ورا اسمه. وفي يوم من الأيام والملك في سفرية من سفرياته المعتادة، الأمير ابنه الصغير خد الكورة بتاعته وداق بيه القصر وحبكت إنه يدخل يلعب في الجنينة. مرة في مرة وهو بيحدف الكرة بتاعته الهوا طيرها ودخلت قفص شديد. الأمير الصغير بكل شجاعة خد بعضه وراح عند قفص شديد واستأذنه لو ممكن يرجع له الكرة. ساعتها شديد قال له هرجعها لك بشرط تساعدني أهرب من المخروبة دي. الأمير الصغير هيقول له والله كان على عيني بس أنا معرفش مكان المفاتيح. ساعتها شديد الحديد هيرد عليه بكل ثقة يقول له ادخل أوضة الملك هتلاقيه تحت مخدنا. عارف منين؟ أنا معرفش، بس إيه مشي الدنيا. المهم الأمير الصغير اللي عايز كورته فعلا هيروح أوضة الملكة يدب بإيده تحت المخدة يلاقي المفتاح ويرجع هيحطه في القفص ويفتح لشديد. شديد الحديد هيشكره جدا ويديله الكورة بتاعته، وفي نطة واحدة بالظبط هيكون فوق سور الجنينة، ولسه هيهرب هيلاقي الأمير بينده عليه شديد السرعة دي ما شاء الله. الأمير هيستأذنه لو ممكن ياخده معاه، لأن بمجرد ما الملك يرجع ويكتشف إن شديد الحديد هرب نجم الجنينة كلها هيطين عيشتهم. العيشة أيا كان فين مع شديد أهون 100 مرة من اللي الملك المجنون هيعمله فيه. وبعد تفكير عميق شديد وافق، نزل من على السور، خد الواد الصغير على ظهره وهوب نطة واحدة كان بره الجنينة واختفوا وسط أشجار الغاب. الولد الصغير في القصة اسمه والتر، بس أنا مش هقعد أقول والتر عشان أنتوا عارفيني إيه خلقي ضيق، فهنسميه وائل. المهم لمدة يوم كامل شديد مشي بوائل على كتفه لحد ما وصل لقلب الغابة عند بيت صغير. قال له الغابة دي مملكتي وهنا بوعدك انك هتعيش في امان، بالنهار بطوف في الغابة وهجيلك بالليل، اما بالنسبة لك فانت مالكش لا شغلة وانا مشغلة غير حاجة واحدة بس. خد وائل من ايده وداه عند ينبوع مية سحري غاية في الجمال. قال له وظيفتك الوحيدة في الحياة من هنا ورايح انك تحرس ينبوع المية ده وتتأكد إن مفيش حاجة أبداً تقع فيه. ومرت أيام وشهور وسنين كتير، وابننا الصغير وائل كبر وبقى شاب زي الورد، بيحب شديد جداً زي أبوه بالظبط، وشديد كان بيحبه جداً زي ابنه اللي ما خلفوش ويمكن أكتر كمان. علمه كل حاجة عن العيشة في الغابة، إزاي ياكل ويشرب ويلبس، وعلمه عن الأخلاق وإزاي يكون شخص كويس ومحترم، وعلمه المبارزة بالسيف وركوب الخيل والسباحة، يعني خلاه شاب جاهز من مجاميعه. كانوا الاتنين عايشين عيشة زي الفل، لحد ما في يوم من الأيام المخفي وائل وهو قاعد جنب ينبوع المية بيحرسه قال إيه بيسرح شعره الحرير الطويل، قامت واحدة منه طايرة وقع في ينبوع المية. بمجرد ما لمست المية اتحولت لدهب. وعلى قد ما وائل كان متضايق إنه فشل في المهمة الوحيدة اللي اداها له جديد في إنه يمنع أي حاجة إنها تقع في ينبوع المية السحري، على قد ما كان منبهر من قدراته السحرية. المهم فات النهار وجه الليل معاه جديد داخل البيت متضايق ومكشر، وراح لوائل وسأله ايه اللي وقع في ينبوع المية. وائل في الأول عمل عبيط اللي هو ايه اللي وقع في ينبوع المية ساعة ايه؟ الرمل؟ اتعادلتي مع ساعة الرمل يا فوف. اي سوير مش فاهم الجملة خالص. قال لي جديد مفيش الكلام ده، مفيش حاجة وقعت، وانا عبيط يعني قاعد انا ولا ايه؟ مختوم على قفايا. بس جديد قال له الانكار مش هينفعك، انت عيالة شعرايه صح؟ انا قلت لك قلنا ولا ما قلناش احلق 100 مرة. امسكك من شعرك ده امسح بوشك الارض كده، شعرك ده ما قلنا 100 مرة احلق. عامة جت سليمة، الينبوع يقدر يستحمل شعرايه، ولكن دي آخر مرة حاجة تلمس المية. وائل اعتذر لجديد الحديد جدا وعد إنه من هنا ورايح هيضاعف جهوده في حراسة ينبوع المية السحري. مفيش كام يوم الينبوع ده محتاج حد يحرسه من وائل أصلا. والمخفي اللي اسمه وائل وهو قاعد يحرس ينبوع المية قال إيه كان بياكل تفاحة، فهو بيقشرها بالسكينة عور نفسه. بدون تفكير رمى السكينة والتفاحة بسرعة من إيديه وحط صباعه في المية يغسله. بمجرد ما صباعه لمس المية اتحول لدهب. خوفا من رد فعل جديد وائل لف صباعه بحتة قماشة، قال إيه يعني عشان يداري. فات اليوم وجه الليل ومعاه جديد داخل البيت مكشر ومبوز اكتر من المره اللي قبلها. دخل على وائل ساله اللي وقع في ينبوع الميه المره دي، وتاني
وائل عمل عبيط قال له لا بص تبقى ايه، حاسب على كلامك عشان انت كده بتغلط، عشان انا مؤاخذه مش واحد نايم على ودانه والكلام ده يزعل اقسم بالله. شديد قال له اما هو ما فيش حاجه وقعت في اليانبوع، انت لافف لي صباعك ليه؟ اصل صباعي مدوحس، كان طالع لي ودنه شدتها بسناني مدوحس فلفه، مش جريمه يعني. المهم كلمه من هنا على كلمه من هنا، وائل في الاخر اعترف لشديد باللي حصل واعتذر له جدا، وشديد قال له عامه جت سليمه. امال وجع دماغنا ليه طيب؟ لما هي كل مره جت سليمه انت وجع دماغنا ليه؟ عالم غريبه، غريب جدا، غريب الاطوار زي الملك بالظبط. شديد قال له عامه جت سليمه، سحر الينبوع لسه ما ضاعش، بس دي اخر مره، المره دي بجد دي اخر مره حاجه تاني تلمس ميه الينبوع. وائل وعده كلام رجاله ان من هنا ورايح هيضاعف جهوده في حراسه ينبوع الميه السحري اكتر من الاول كمان. تاني يوم وائل قاعد مستغرق في مهمته الوحيده حراسه الينبوع السحري، هيتخيل بحاجه بتتحرك في الميه. هل حاجه وقعت في الينبوع وهو مش واخد باله؟ ولا معقول بعد السنين دي الينبوع السحري كان في حاجه عايشه فيه وهو ما يعرفش؟ واما قرب على الميه وبص بتركيز شعره اتفك ووقع في الميه. الثانيه شعره كله بقى لونه ذهبي زي الشمس. وائل زعل جدا، يا دي المصيبه، هيقول ايه لشديد دلوقتي؟ ولا هيودي وشه منه فين؟ حرفيا هيتداريها ازاي؟ هيعمل ايه؟ شعره بقى ذهبي. قام جايب حته قماشه لففها حوالين شعره وقعد يستنى شديد. واليوم فات والليل جه وجاب معاه شديد. سأل وائل هو مغطي شعره ليه؟ فقال له يعني بس ما فيش الناموس، بس ايه الناموس في المنطقه هنا صعب قوي، محتاجين نرش ناموس. الناموس في شعرك. طب والامن، كان يقول امل مثلا، كانت تبقى مبلوعه. كلمه من هنا على كلمه من هنا، وائل اعترف لشديد باللي حصل وقام شايل القماشه من على شعره وراهوله. ولكن المره دي شديد كان حزين، ما كانش غضبان. قال له انا مش زعلان منك، طالما ده اللي حصل يبقى ده اللي كان المفروض يحصل، بس للاسف انا دلوقتي لازم اسيبك وامشي. غطي شعرك وطين نفسك كده وروح للملك، انا اسمع دلوقتي ان هو بيعين فاتحين وظايف، شوف لك شغلانه هناك تاكل منها عيش. واداله بوق ذهبي، قال له لو في اي وقت احتجتني تعالى في نص الغابه وانفخه 3 مرات هتلاقيه. وودع وائل ومشي. وائل سمع كلام شديد، غطى شعره وطيم وشه وايديه وهدومه وانطلق على المملكه. لاجل الحظ وهو في الطريق قابل الملك والاميرات بناته ال3. سلم على الملك والملك سلم عليه وساله اذا كان عنده شغل. الملك قال له قوي، بس انت واد ابن حلال، جيت في وقت. الوظيفه بتاعت الاميرات 3 ما استحملتش، لسه مستقيله دلوقتي حالا، ما استحملتهمش، وهي بدور على حد يخدمهم ويكون معاهم. والملك لسه بيتكلم معاه كده، واحده من الاميرات هتقوم فاطه من وراه تقول له هي ايه الريحه دي؟ ايه القرف ده، القذاره اللي احنا شميناها دي؟ فوائل هيرد عليه يقول لها انا اسف يا سمو الاميره، دي هدومي اللي ما حلتيش غيرها. هو لسه بيرد عليها كده، تقوم واحده تانية فطه من وراها حاطه على مناخيرها منديل بيديها، تقول له قمطين كده ليه؟ ايه المنظر ده؟ ايه القذاره دي؟ يقوم وائل ردد عليه يقول لها انا اسف يا سمو الاميره، بس انا عندي جدري وحساسيه والطينه بتساعدني في الهرش. مويسترايز. هو لسه بيرد عليها كده، وتقوم التالتة طالعه من ورا تقول لهم الاشكال دي ما لا انا مش هصحى اشوف الاشكال دي في القصر، انا اسف. لو لازمك بقى ايه تشغله قوي، وديه عند البت المعفنه اللي اسمها اسماء في الجنينه بقى، ايه بعيد عننا كده. اسماء، والله العظيم انا كنت ناسي اسماء. انت واد ابن حلال، انت فعلا انت اللي هتنفع مع اسماء. سوري الموبايل فصل شحن في وسط القصه، فقلت ايه، قلت اخد بعضي واروح احلق وين. احنا كنا فين بقى؟ المهم الملك هياخد وائل ويطلعوا على القصر، واما يدخل الجنينة عشان يستلم شغلانته الجديدة هيقابل أسماء. هي في القصة اسمها إلسا، بس عشان نمنع أي تشابه أسماء هنسميها أسماء. في حد كان شايف إني ممكن أسميها أي اسم غير أسماء بعد الجملة اللي أنا قلتها دي؟ واضح إن هو مش معانا بقاله كتير. أسماء كانت بنت محترمة وطيبة وكيوت زي القمر، ولكن بحكم وظيفتها في الجنينة فهي فعلا كانت مطربة ومطينة شويتين. مع كل يوم كان بيمر وش وائل كان بيتطرب شوية زيادة لدرجة إن ما بقاش باين له ملامح، وقربه من أسماء كان بيزيد شوية لحد ما بقوا أعز أصحاب. وفي يوم من الأيام وائل واقف يعزق ويقلع في الجنينة، هيلاقي أسماء جاية تجري عليه. يقول له الحق، الملك عامل حفلة تنكرية. معرفش يعني إيه عشان عمري ما حضرت واحدة. يطلع إيه أخويا الحفلة التنكرية دي؟ الحفلة التنكرية دي بيعملوا فيها ايه؟ انا اسمع عنها بس عمري ما شفتها. الاميرات ال3 ربنا يكرمهم يا رب ويوسع رزقهم، دوهم بابن الحلال. ال3 قالوا ان احنا ممكن نتفرج من التراس لو حضرنا لهم 3 بوكيهات ورد حلوين للحفلة واتدارينا عن الانظار ومحدش شاف. وعلى هذا ما وائل شافها طايرة من الفرحة، خدها وراحوا يحضروا لهم بوكيهات الورد، واحد احمر واحد ابيض واحد اصفر، ومن كل شجرة كان بياخد أحلى وردة يحطها في جيبه من غير ما أسماء تاخد بالها. بعد ما خلصوا وحضروا البوكيهات، وائل خد بعضه وراح الغابة، طلع البوق الذهبي بتاع شديد ونفخه 3 مرات. في ثانية شديد ظهر له من وسط الشجر
وسأله إذا كان محتاج حاجة. وائل حكى له عن الحفلة التنكرية اللي عاملها الملك وقال له إنه نفسه منى عينه لو يحضرها. شديد قال له لو إنك عيل جلنف بس غالي والطلب رخيص، اداله بدلة ذهبية مرصعة بالذهب وقناع ذهبي مرصع بالذهب وجوانتي وحصان، واتمنى له سهرة سعيدة في الحفلة الهشك بشك بتاعة الملك. وزي ما جه من وسط الشجر اختفى. وفات النهار وجه الليل وبدأت الحفلة في حضور الملك الطيب والأميرات بناته التلاتة، لابسين أجمل الفساتين وأغلى المجوهرات وكانوا زي القمر. شوية والطبل والزمر بدأوا والأميرات لموا بعضهم بربطة المعلم وطلعوا على الدانس فلور مع المعازيم، والرقص بدأ. ومرة واحدة دخلت شاب وائل في بدلته الذهبية التي تسببت في ذهول ولفت نظر الجميع، وأولهم الثلاث أميرات. دخل خد كل واحدة فيهم رقصة. أول ما شافوهم بهروا، يا ترى مين الولد الذهبي ده؟ إزاز الكريستال الدار الشهية فين سلام وتحية داخلة علينا؟ إيه ده؟ أما حتة ولد أكيد برج الثور أو عذراء أو يمكن أسد. 3 أبراج يجيبوا أمراض نفسية أصلا. بس المهم كملوا رقص والجو كان عام خالص لحد ما الساعة دقت 12 سابهم وطلع يجري. يا خبر الساعة 12 الوداع. ليك أخت البت بتاعت الجزم الإزاز دي تقرب لك ولا إيه؟ يجري على حصانه والأميرات وراه. استنى يا وائل. ركب الحصان واتجه في اتجاه الغابة، ولكن قبل ما يختفي وسط الشجر لف طلع بوكيه ورد غاية في الجمال وحدفه الأسماء. أسماء لقفته والأميرات جم رنوها علقة. لا هما بس هرسوها وهم بيجروا ورا وائل. تاني يوم وائل واقف بيعزق ويقلع في الجنينة لقى أسماء جاية تجري عليه. الحق! قالت له الملك عامل مسابقة كبيرة جدا واللي هيكسب هيتجوز أي بنت يختارها حتى لو واحدة من الأميرات، والأميرات التلاتة ربنا يكرمهم يا رب يسعى في رزقهم ويرزقهم بابن الحلال اللي بيستاهلوا. قالوا إن إحنا ممكن نتفرج لو اتدارينا ومحدش شافنا. وائل استأذن أسماء وخد بعضه وراح الغابة، طلع البوق بتاع شديد ونفخ فيه 3 مرات. ثانية شديد كان قدامه، وأما سأله عايز إيه وائل قال له كل حاجة عن المسابقة وإنه نفسه ومنى عينه يشارك فيها. شديد قال له غالي والطلب رخيص. اداله بدلة ودرع وخوذة ورمح من الذهب الخالص المرصع بالذهب برضه، وعليهم حصان متزين بالذهب، واتمنى له التوفيق في المنافسة. وزي ما جه من وسط الشجر اختفى. وتاني يوم في المملكة دقوا الطبول ونفخوا الأبواق وبدأوا المنافسة. سحب رمحه ودخل هزم كل الفرسان وكسب. ساعتها راح للأميرات التلاتة مدلهم رمحه وحطوا له عليه تاج من الورد، مفروض ياخدوا على رمحه ويحطوا تحت رجلين البنت اللي قلبه اخترع. وقفوا بقى التلاتة يظبطوا يظبطوا بقى الميك اب والشعر. طبعا هيختار واحدة منهم. ومرة واحدة الفارس الذهبي لف بحصانه وراح حط التاج تحت رجلين أسماء واختفى. الناس انبهرت والأميرات التلاتة ما كانوش مصدقين عيونهم، حتى أسماء ذات نفسها ما كانتش مصدقة، وما فيش بنت كانت واقفة وسط الجموع ما كانتش بتحقد عليه. وبعد كام ساعة وائل رجع لأسماء الجنينة لقاها قاعدة في الأرض وبتعيط. أول ما شافته قامت من مكانها وجريت عليه، خدته بالحضن قالت له أنا كنت هموت من الخوف عليك، أنا افتكرتك مت. وأما سألها عن اللي حصل قالت له إن بعد ما الفارس الذهبي مشي عصابة من المجرمين استغلوا المنافسة ودخلوا هجموا على المملكة، خطفوا الأميرات التلاتة وكل اللي حاول يمنعهم قتلوه، ما بقاش فاضل حد ينقذنا. وائل قال لها لأ فاضل واحد. جري خد بعضه راح الغابة، لبس الدرع والبدلة بتاعته وخد الرمح والحصان وانطلق في نفس اتجاه العصابة. بمجرد ما لحقهم دخل عليهم بالرمح، خلص عليهم وأنقذ الأميرات التلاتة، ولكن للأسف اتصاب إصابة شديدة جدا. وبعد ما اطمن إن الأميرات التلاتة بخير خد حصانه وجري وما سابش وراه غير نقط من الدم. الناس اتجمعت قدام قصر الملك عشان يتأكدوا من رجوع ال3 هوانم الأميرات بالسلامة. مرة واحدة من وسط جموع الناس ظهر راجل غاية في الوسامة، قوي البنية مفتول العضلات، راكب على حصانه وقدامه الفارس الذهبي. وصل تحت شرفة الملك والأميرات، نزل الفارس الذهبي على الأرض وقال له أنا جديد ملك ذو شأن عظيم، لعنة قديمة غيرت شكلي واللي حلها أقرب الناس لقلبي اللي دلوقتي هخسره، وما فيش حاجة تقدر تنقذه غير دموع بنت بتحبه بجد. ال3 أميرات أول ما شافوا الفارس العريس الذهبي وسمعوا كلام شديد ملت عينيهم فيضانات من دموع الحزن والفرحة في نفس الوقت. نزلوا يتكفوا على السلالم واحدة قبل التانية، اتلموا حوالين شديد، وشديد شال الخوذة بتاعت الفارس الذهبي من على وش وائل. إيه ايه ده مش ده وائل منتن؟ دول شافوا المنظر كده وفي ثانية الدموع اختفت اتبخرت. من وسطهم أسماء قامت واكلها لهم كتف وداخلة واخدة وائل في حضنها، دموع فيضانات دموع بقى نزلت على وش وائل، غسلته من الطينة. مرة واحدة فط نط وقف شال التربون من
الشعر الذهبي للون الشمس لمع عمل الحاضرين، بص لجديد وقال له: يا جديد أقدم لك أسماء البنت اللي قلبي اختارها، يا مملكة معفنة. قامت مزغرطة وراكبة ورا الحصان وطلعوا على مملكة شديد، عاشوا فيها كلهم في تبات ونبات وخلفوا صبيان وخلفوا بنات. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. أشوفكم في قصة جديدة وحلقة جديدة بكرة. باي.